أسهل سؤال ممكن يتسأل للإنسان لو هو مش فاقد الذاكرة هو سؤال اسمك إيه؟ مش بالنسبة لي. let's set the scene. طالبة في مدرسة حكومية مصرية رايحة مكتب شؤون الطلبة تحجز رحلة مع صحابها عادي جدا طالعة اسكندرية. اسمك إيه؟ أفنان. إيه؟ حنان؟ نان. أسمهان؟ نان. أسنان؟ إحنا إيه اللي وصلنا لأعضاء الجسم؟ أفنان. ألف ف نون ألف نون. أفنان. ماشي. أفنان إيه بقى؟ بص أنا مش لازم أطلع رحلة، كنت بالتالي هو اللي مش طالع الرحلة، ما تقولي أفنان إيه؟ خلينا نخلص. نايف. نايف. فايق. نون ألف ياء فاء. أفنان نايف. أنتي مصرية؟ مصرية وبابايا مصري 100% مصرية والله. قولوا لي يا أفنان أنتي خلاص بقى كبرتي وسافرتي وعايشة دلوقتي في الإمارات اسمك فيها عادي. هقول لك طبعا عادي في أي حالة وعادة اتنين. إخواتنا من دول الهند والباكستان يشوفوا يعرفوا اسمي في عيادة في أي مكان انتظار وحد يجي ينده اسمي من إخواتنا في هذه الدول بيبص على مكان الرجالة وهو بينده لأن اسمي عندهم اسم راجل. تاني موقف ممكن يبقى اسمي فيه سبب مشكلة هنا انه لما اسمي يتنده قبلي أفنان نايف فالناس بقى تبص على أفنان نايف مش لاقيين اللي هم متوقعين عباية حلوة قوي وشيك لكنة غير متوقعين أي حاجة غير إن يتقال ازيكم يا جماعة عاملين ايه. أي حاجة غير ده بيلاقون أنا. مين اللي حطك في المعاناة دي يا بنتي؟ مين اللي عارف إن باباكي اسمه نايف وسماكي أفنان رغم ذلك؟ أختي الكبيرة. اكيد اختك الكبيره دي بتحب الحاجات المميزه واكيد لما خلفت سمت عيالها اسامي مميزه. سمت خالد عادي جدا خالد، مش هيواجه اي مشاكل في حياته. لا بس انا افنان نايف. الحمد لله ربنا بيحط كل انسان في ابتلاء والصبر بقى هنعمل ايه. والجنه يا رب، الجنه يا رب، يعني الحمد لله يا رب الحمد لله.